السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعيني، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. إن شاء الله يا بنات فيديو النهاردة جميل جدا ومفيد جدا، إن شاء الله هيعجبكم. وصفة صحية جدا وجميلة ومغذية ومفيدة وبالأخص في الشتاء، إن شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. القرع العسلي. القرع العسلي هتجيبوه يا بنات عشان يكون مستوي وجميل زي ما انتم شايفين كده. هقول لكم على طريقة اختياره، وازاي تختاروه وازاي تخزنوه وازاي تقشروه وتخرطوه بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده. بصوا جميل جدا، ان شاء الله يعجبكم. بصوا جميل جدا وتخريطه سهل جدا وبسيط جدا عشان هو مستوي. لما بيكون مستوي بعمله بقى ايه؟ آه مكعبات صغيرة زي كده وبكيسه زي ما انتم شايفين كده، وبحطه في الفريزر. بتطلعيه بقى تعملي بقى حادق، تعملي حلو، شوربة خضار جميل جدا جدا ومغذي جدا ومفيد جدا. ان شاء الله هيعجبكم بإذن الله، وجربوه ان شاء الله وقولوا ايه رأيكم. يلا بقى ان شاء الله هنخش كده ونبدأ الفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول. انا عاملة كيس كبير طبعا عشان يبقى حلويات، والكيس الصغير انا عاملاه عشان نعمله ايه شوربة خضار، واعمله بقى يعني حادق يعني. فانا بقى بستخدمه بعمله حلو وحادق. تمام. بنشيله بقى في الفريزر من السنة للسنة، ما بيجرالوش أي حاجة. طبعا بتجيب القرع العسل زي ما انتم شايفين كده، بيبقى كبير كده زي ما انتم شايفين، بيبقى كبير يعني وأحجامه كبيرة جدا. يعني ممكن يعمل لك الواحدة تعمل لك 15 كيلو وأكتر كمان. أنا جبت واحدة معقولة كده زي ما انتم شايفينها. ماشي. وبجيب بقى سكينة، بصوا هي مستوي ازاي زي ما انتم شايفين، هو مستوي كده. بجيب بقى سكينة ماشي، بس أهم حاجة تكون سكينة حامية عشان هو ايه ناشف قوي، ناشف يعني فاهمني. القشرة بتاعته ناشفة كده، ناشفة جامد. فبتختاري انت تجيبي سكينة حامية. تمام. وبتبدأي بقى ايه تقطعي زي ما انت شايفة كده. بصوا يا بنات سهل جدا وبسيط، ان شاء الله هيعجبكم بجد. بصي حاسبي قوي حاسبي يعني حاسبي على ايدك وانت بتقطعيه. رسيه كده كويس، واعملي بقى شرايح زي ما انت شايفة كده، دواير صغيرة كده. تمام اهوت كده بالشكل ده. ماشي. هنقطعه كله بالشكل ده كده. تمام اهو قطعته. بصوا بقى جميل جدا وسهل جدا. حتى التقشير بتاعه هتيجي تقشريه هتحسي انه سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه. وكمان مستوي. بصوا السوا بتاعت القرع عامل ازاي. بص السوا. بص الصفار بتاعه ده بيدل على انه هو مستوي وجميل جدا. يعني بوريك بقول لكم ده مستوي جدا اهوت وجميل جدا. بصوا بقى التقشير بتاعه الحته اللي انا عملتها ديت عشان تدخلي السكينه بكل سهوله. بتقومي واخده حته من الجنب كده، يعني داخله بالسكينه كده من الجنب، عاملاها زي ايه من الحلقه من الدايره كده. وتقطعي بقى زي ما انت شايفه كده. اهو تقشريه بكل سهوله ما فيهوش اي حاجه. ولو عندك بقى كمان مقشره البطاطس سهل جدا. مقشره البطاطس هتريحك وهتعمليه بكل سهوله وكل بساطه، وهيطلع معاكي جميل جدا وسهل وبسيط جدا. الشريط بقى كله بالشكل ده. بصوا القشرة بتطلع عاملة ازاي اهي. اهم حاجة السكينة تكون حامية. تمام اهو كده يا بنات. بصوا القشرة عشان انتي مقطعاه شرايح رقيقة بيطلع معاكي بكل سهولة، وتقدري تقشريه بكل سهولة بيبقى حلو. حتى التخريط بتاعه تخرطيه بكل سهولة جدا لو عملتيه بنفس الطريقة ونفس الحجم اللي هو بتاع الدواير ده، احسن ما تعمليها مطولة. يعني لما تعمليه دايرة كده احسن ما تعمليه مطول. بصوا بقى وتجيبيه وتقطعيه كده. جميل جدًا، جدًا وسهل جدًا وبسيط، وحتى السكينة بتحسّي إن هي بتمشي فيه كده. لو أول مرّة تتابعوني اكتبوا لي بتتابعوني منين، وحطّوا لي لايك جميل كده، وفعّلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مننا إن شاء الله، وربنا يحسن ما بين إيدينا وإيديكم إن شاء الله. شوفوا يا بنات بصوا، بصوا بيعمل إزاي. أهو أكنِّك بتقشّري بطاطس بالضبط. أي نعم أنتم عارفين إن القرع العسلي بيبقى ناشف وشديد جامد يعني. بس أمّا تعمليه بالطريقة دي مش هتحسّي إن أنتِ خالص، خالص بتعملي قرع عسلي. أكنِّك بتعملي اللي هي الكوسة، بطاطس.
مش حاسة بيها خالص، جميلة جدًا، سهلة بُصّي بكل سهولة أهو، وهتعملي كمية كتيرة جدًا في وقت بسيط جدًا، لو عملتيها بالطريقة دي. تعملي بقى صوابع وتخرّطيه كلّه بالشكل ده كده، ممكن تمسكيها في إيديكِ الصباع وتقطّعيه بإيديكِ، تحطيه على البلانشة وتقطّعيه، ما فيش أسهل من كده يا بنات. إن شاء الله بإذن الله هاعمله معاكم حلو وحادق إن شاء الله، هاعمله له طرق كتير جدًا، جدًا بيتعمل بيها، بإذن الله هاعمله معاكم وهاعمله وأمشي معاكم خطوة، خطوة. بُصّوا بقى بُصّوا باقول لكم يعني مستوي إزاي، وبُصّوا جميل إزاي، وسهل جدًا أكنِّك بتخرّطي يعني السكينة بتجري فيه كده، ما فيهوش أي صعوبة خالص، أهوّة. هتخرّطي كمية كتير جدًا بكل سهولة إن شاء الله، مش هتحسّي إن أنتِ بتخرّطي ولا بتعملي أي حاجة، لإنه سهل وبسيط. بُصّوا بقى السِوَى بتاعه، بُصّوا شوفوا بقى الجمال، شُفتوا مستوي إزاي؟ أقول لكم بقى عشان يبقى مستوي بالشكل ده، هتختاروا القرعاية إزاي، القرع العسل ده هتختاريه إزاي؟ هتجيبي العنق بتاعها يكون مستوي مش أخضر، يكون ناشف، العنق بتاعها يكون ناشف، اللي هي اللي عند البوز ده، لازم تكون ناشفة عشان يبقى مستوي بالصفار ده وجميل كده بالشكل ده، هتلاقيها ناشفة. لو جبتيها خضرا مش هيبقى مستوي خالص وهيبقى أبيض معاكِ ومش هيبقى حلو جدًا، وكمان مش هيبقى سهل معاكِ ولا في تقشير ولا في تخريط ولا كمان في طعمه حلو في العمايل اللي أنتِ هتعمليها. ده بيبقى جميل جدًا زي ما هو كده، حتى لونه بيبقى أصفر، عملتيه بأي طريقة بيبقى لونه أصفر زي ما هو كده. يا رب الفيديو يعجبكم، انتظروني في فيديو جديد، مع السلامة.